العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا في كل مكان، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم أحمد، ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. إصابة 16 مواطن بفيروس كورونا. مكتب السجلات في الإقليم الأوسط يسهم بفعالية في إعداد منشورات بحثية. توسيع الخدمات الصحية في بقلة. مقتل العشرات في هجمات غرب البلاد قرب الحدود مع مالي. حكومة السراج تسلم السلطة إلى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة. وأمريكا تتهم روسيا وإيران بالتدخل في الانتخابات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، نستهلها بهذا الإعلان من وزارة الصحة. أكدت الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 17 من مارس في مراكز العزل بإقليمي القاشبركة والأوسط، أكدت إصابة 16 مواطن بفيروس كورونا، وأصيب 11 في أسمر الإقليم الأوسط و5 في إقليم القاشبركة، 3 منها في أم حجر و2 في أديبرة. في غضون ذلك شفي 39 مصاب كورونا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات، وتم تسريحهم إلى منازلهم، وبهذا بلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3078 شفي منها 2770، ووفاة 7 مرضى، ولا يزال 301 مصاب كورونا يتلقى الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 17 من مارس 2021. تبرع المواطنون المقيمون في مختلف الدول العالمية في إطار المبادرة المتخذة بحوالي 300 ألف دولار لصالح الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وبموجب ذلك تبرع المهتمون المقيمون في مختلف مناطق العالم عن طريق مجموعة بالتوك ب 261,158 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 4 مليون نقفة لصالح الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب. وهذه الجهات التي جمعتهم الوطنية ولا يعرفون بعضهم البعض بشكل مباشر، قاموا في وقت سابق بتبرعات مماثلة لصالح الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب والمرأة الإريترية وغيرها من البرامج الوطنية. في غضون ذلك تبرع فرع المرأة الإريترية في ألمانيا بمبلغ مالي قدره 25 ألف يورو، جمع بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعاقين لعام 2020، التي انتظمت تحت شعار من الاتكال إلى الإنتاجية لصالح برامج التأهيل المعاقاة. كما توضح المعلومات الواردة من الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب بأن الإريتريين المهتمين المقيمين في مدينتي تورونتو وكالغاري الكنديتين تبرعوا عن طريق الأعضاء المتعاونين 3600 دولار كندي. وشكرت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب المواطنين والتنظيمات الوطنية لمساهماتهم الفاعلة، مناشدين الآخرين الاقتداء بهذا العمل النبيل. يسهم مكتب السجلات في إدارة الإقليم الأوسط في دراسة وإعداد منشورات بحثية للمستندات المخطوطة لأكثر من 100 عام. وأوضح مسؤول الوحدة السيد محاري أرأي الحفاظ جيدا على مختلف المستندات الموجودة في الوحدة منذ 110 عام بدءا من العهد الإيطالي، وتشتمل المستندات على أوراق حول المجالات الإدارية والمراسيم المدنية والخرائط، وكذلك منشورات وجرائد فيما يتعلق بالأوضاع المدنية والعسكرية، ويستفيد منها طلاب الكليات وموظفو مختلف المؤسسات الحكومية والأشخاص كمراجع لإعداد منشورات بحثية. وذكر أعضاء المكتب أنهم يعملون في مجال تخصصهم، ويعملون لحماية المستندات من التلف جراء الرطوبة وأشعة الشمس، وأن باب المكتب مفتوح للراغبين في دراسة وثائق الإدارات السابقة. ويقام مكتب سجلات إدارة الإقليم الأوسط من وحدات الوثائق السابقة والرسائل اليومية الواردة والمرسلة والرسائل المرسلة من وإلى المؤسسات.
ذكر مسؤول عيادة بقلة في مديرية نعفة السيد حامد محمد السعيد أن العيادة تسهم في توسيع الخدمات الصحية بتجول أعضائها لتقديم الخدمات والتطعيم في مناطق كيمة وطهرة وعجة النائية. وقال أن العيادة تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والأمراض المعدية وغير المعدية والتوعية الصحية، مشيرا إلى ارتفاع الولادة في العيادة بنسبة 80%. وأوضح مساعد مدير داحية بقلة السيد إدريس علي محمد تطور خدمات العيادة خاصة رعاية الأمومة والطفولة. وأفاد السكان بأن النصح والإرشاد الصحي رفع من معرفتهم بالطب الحديث ومكافحة الأمراض وتحسن في أوضاعهم الصحية. مشاهدينا، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتبقوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قتل نحو 50 شخصا في هجمات يشتبه أنها جهادية في غرب النيجر قرب الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، حسب ما أفادت مصادر محلية. وأفاد أحد السكان لوكالة الأنباء الفرنسية أن هجوما أول وقع واستهدف حافلة تقول ركابا في منطقة بانابينغو شينيغودارا في إقليم تلابيري، مضيفا أن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 20 شخصا. وقال مصدر أمني أن عصابات مسلحة هاجمت بعدها قرى حيث قتلت 30 شخصا، لكن لم تؤكد السلطات على الفور وقوع هذه الهجمات الدامية. ويشهد إقليم تلابيريا الواقع في المثلث الحدودي بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي منذ سنوات هجمات دامية تشنها جماعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. والنيجر جزء من تحالف عسكري في منطقة الساحل تدعمه فرنسا لمحاربة النشاط الجهادي المتزايد. سلمت حكومة الوفاق الوطنية الليبية المنتهية ولايتها سلطتها التنفيذية إلى عبد الحميد ديدبيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقعة بعد يوم واحد من أداء رئيس الوزراء الجديد ومجلس رئاسي من 3 أعضاء اليمين الدستورية. وسلم فايز السراج الذي قاد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016 السلطة في حفل أقيم في العاصمة طرابلس. وشكر رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي حكومة السراج على كل ما تمكنت من إنجازه في ظل ظروف صعبة. وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 من ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة. اتهمت وكالات المخابرات الأمريكية روسيا وإيران بمحاولة التدخل في الانتخابات الرئاسية 2020، وكشفت أن كوبا وفنزويلا وميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية حاولت أيضا التأثير على العملية، ولكن تأثيرها كان محدودا. وفي تقرير من 15 صفحة خلصت جميع وكالات المخابرات الأمريكية بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية CIA ووكالة الأمن القومي NSA إلى أن الحكومة الصينية لم تشارك في جهود التدخل لأنها تعتقد أن خطر التدخل واكتشافها يفوق أي فائدة. كما أوضح أن مجموعة من المنظمات الحكومية الروسية وبإذن من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادت عمليات تأثير تهدف إلى تقويض ترشيح جو بايدن الذي فاز بالانتخابات لمصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال التقرير أن حملة الكرملين سعت إلى تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية وإشعال الانقسامات الاجتماعية والسياسية، لكنه لم يرى أن الجهود الإلكترونية الروسية نجحت في الوصول إلى البنية التحتية للانتخابات. الخبر الأخير في هذه النشر، أكدت مديرة الوكالة الأوروبية للأدوية أن الهيئة مقتنعة تماما بفوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعد ما أوقفت عدة دول أوروبية استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبية أخرى محتملة.
وعلقت حوالي 15 دولة أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في إجراء احترازي بعد الإبلاغ عن جلطات دموية لدى أشخاص تلقوا اللقاح. وأكدت كوك في الوقت الحالي ليس هناك ما يشير إلى أن التطعيم تسبب في هذه المشاكل، حيث لم يتم ذكرها في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها ضمن الآثار الجانبية المعروفة أو المحتملة، مضيفة أن الوكالة الأوروبية للأدوية تتعامل مع الأمر بغاية الجدية. هكذا انتهت النشرة هذه العامل ودمتم في أمان الله.